السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض العيش المصري يا بنات. العيش المصري ده معانا كيلو دقيق غلة، وده دقيق ابيض فينو. هنعمل كيلو دقيق فينو وكيلو دقيق غلة، هنضربهم على بعض وهننخلهم بالشكل الحلو ده كده، وهنخبز احلى عيش ان شاء الله. العيش ده مش بنستخدم فيه اي حاجة غير الماء اللي هو خميرة البيرة، ونص معلقة ملح، بس نص معلقة ملح وخميرة بيرة، وهندوبهم في بعض وهنعجن العيش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهيتضاعف معانا الخمر بزيادة وهتاكلوا احلى عيش ان شاء الله. كده دوبنا الخميرة مع الملح، وهننزل على الدقيق واحدة واحدة على حسب العجين ما ياخد معاكي كمية بالشكل ده كده، وهنعجن بالشكل ده كده العجين بتاعنا كده. تملكي كويس وتخدميه كويس وانت بتعجني، وهنعجن بالشكل ده كده على حسب العجين بتاعك ما يتظبط. العيش ده يا بنات بيعوز يطرى، علشان هنطريه، مش هنعمله تقيل قوي علشان معانا يفرد واحنا بنرح العيش يفرد معانا. والله يا بنات كان عيش جميل، ينفع يتعمل حواوشي، ينفع تكليب الجبنه، ينفع تكليب الطعميه، ينفع تكليب الطبيخ، بكل حاجه. مفيش احلى من كده ولا انضف من كده. يا ريت تجربوا طريقتي، هي الطريقه. هتجيبي كيلو دقيق فينو وكيلو غله، او عايز تخبزي بالفينو بس، او عايز تخبزي بالغله بس. انا عملت كيلو علشان اشوف العجين معايا يبقى ايه هو بقى بيتخبز باي دقيق عندك هتخبزي بيه عادي يعني. بالشكل الحلو ده، وعملناه بالشكل الحلو ده. هنشوف ان هو عايز ميه تاني ولا خلاص كده. تحطي ميه وحبه زيت على ميه، وانت بتقطعي تقطعي بايدك بليها زيت بالميه، والايد التانية برضو تكوني بلاها وتتلقى عليها الرغيف، تقطعي فيها بقى عليها الرغيف، وتحطي على الرده اللي انت هتعمليها، تقطعي على رده كده. هنرش حبة الدقيق دي علشان نشوف الدقيق هيخمر معانا قد ايه. وهنعمل عجينة صغيرة، هنعمل علامة للحلة علشان نشوف الدقيق بتاعنا هيخمر لحد فين بالظبط. بصي اهو لزقناها فين، لزقناها في الحلة فوق اهي العجينة، عشان تعرفي العجينة بتاعتك الخميرة بتاعتك حلوة او مش حلوة. والله كان عيش جميل، مفيش اسهل من كده. شايفين العجين وصل لفين اهو، وصل لحد الحته البتاع اللي انا عاملاها، وهنا زيت على ميه زي ما قلت لكم كده اهو بالشكل ده كده. وهنقطع بيه، هنبل ايدنا كده بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنقطع رغيف، عايزاه كبير قوي ماشي، عايزاه صغير ماشي، عايزاه زي رغيف الطابونه اللي بنجيبه من الفرن برضو ماشي. انا عملت حبه كبار وحبه صغيرين عشان العيال قالوا احنا عايزين الكبير وعايزين الصغير. قطعنا بالشكل ده كده اهو كده. تقطعي كده وتحطي كده على الرده، يكون عندك مكان حلو كده زي ترابيزه زي طبليه اللي موجود عندك طاولتين تقطعي عليهم. بعد ما قطعنا الكميه عملت 32 رغيف، عملت 32 رغيف اهو بالشكل الحلو ده كده. وهنريحها على المطرحه كده ونوسع العيش بتاعنا، وهتاخدوا احلى عيش ان شاء الله. مفيش احلى من كده. عايزاه كبير قوي عايزاه صغير، اللي نفسك فيها تعمليه. والرمي في الفرن يا بنات انا زيكم كنت بتعلم يعني. العيش ده اساسا ما بخبزوش انا اصلا، بس بحب يعني احب احط ايدي في كل حاجه، بحب اخبز كل حاجه يعني، اتعلم اعمل كل حاجه اهو بالشكل الحلو ده كده. وهنرح العيش زي ما حضراتكم شايفين كده، وهوريكم نحط الفرن ازاي. مفيش احلى ولا اسهل من كده. يا ريت تجربوا طريقتي، مش هتندموا ابدا. اهو بالشكل الحلو ده كده. شايفين العيش بقى قد ايه، قد وبقى حلو ازاي، شكله جميل ازاي اهو. وادي العيش بعد ما خبزناه زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وحطوا شير، ودمتم في رعاية الله.